السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نسوي لكم وصفة رجيمية دايتية كلش خفيفة وطيبة وسهلة. كفتة بالدجاج بالشوفان. عندي هنا تقريبا كيلو من الدجاج المثروم ناعم. ضفت عليه ملعقة من الطعام من الشوفان المطحون والكرفس والبهارات اللي حذكرها لكم بالفيديو. راح أبرش عليها شوية كمية من الجبن، جبن شيدر هذا شكله كلش طيب ويعطينا طعم لذيذ للكفتة. راح أدهن إيديا بشوية زيت وأكورها لأحجام تكون أحجام يعني متوسطة، يعني مو كبيرة لأن هي راح تنفخ عندنا بالفرن. هنا خليتها بالصينية على ورق زبدة وراح أفرزها. راح أخليها بحافظة وأفرزها وأطلع منها وقت اللزوم، يعني كل مرة أطلع كم قطعة من عندها وأشويها بالقلاية الهوائية، يعني شوية أدهنها بزيت وخليها بالقلاية الهوائية على درجة حرارية يعني تقريبا 200 إلى 15 دقيقة أو أكثر إلى أن تتحمص عندنا وتصير هذا الشكل اللي يجنن والشهي. راح أقلبها على الجهة الثانية. ممكن ناكلها ويا كمية من الرز البسمتي اللي يكون يعني بزل بدون زيت ويا خضرة، أو سلطة، أو يا صلصة الزبادي اللي سويتها أني. هي عبارة عن زبادي وشوية مايونيز وشوية نومي حامض أو عصير نومي حامض. كلش طيبة هاي الصلصة. وقدمتها ويا هاي الكمية القليلة ويا الرز ويا الخضر، طبعا هاي الرجيم. كلش طيبة هاي الكفتة وطرية ولذيذة، وبألف عافية عليكم في امان الله.